وبيبدأ الفيلم في مطار المملكة العربية السعودية مع شابين من الجنسية الهندية، وبيكون اسمهم نجيب وحكيم، وهم واقفين قدام ضابط الجوازات في المطار بيحاولوا يتكلموا مع الضابط بس مش عارفين يتكلموا عربي. وبعدها بيدوروا على الكفيل بتاعهم في صالة الاستقبال، وبيفضلوا واقفين مش عارفين يسألوا مين ولا يتصرفوا ازاي، لحد ما بيلاقوا عامل هندي في المطار وبياخد منهم رقم الكفيل بتاعهم وبيتصل لهم بيه، لكنه مش بيرد. فبيقول لهم العامل ان النهارده الجمعه، والجمعه في السعوديه اجازه، واكيد ده رقم الشركه بتاعه الكفيل، وقافلين عشان الاجازه، وبيطمنهم ان اكيد كفيلهم هيجي وممكن يكون اتاخر بسبب الزحمه. وبعدها بيخرج نجيب وحكيم بره المطار يستنوا الكفيل، وبعدها بيشوفوا شخص بيشبه عليهم، وبيسال نجيب اذا كان اسمه عبد الله وجاي هنا تبع مين، لكن نجيب وحكيم مش بيفهموا كلامه، فبيتعصب عليهم وبيقول لهم انهم مجانين، وبيكون هيمشي بس بيرجع ياخد الجوازات بتاعتهم، وبيقول لهم انهم الشابين اللي جايين من الهند عشان يشتغلوا عنده، وبياخدهم معاه عشان يسلمهم الشغل. وبيفرح حكيم ونجيب عشان اخيرا لقيوا كفيلهم، وساعتها بيطلب نجيب من الكفيل يديله ميه يشرب، فبيزعق له عشان بيتكلم كتير، وبيقول لهم يركبوا بسرعه عشان يمشوا. ولما بيفتح نجيب باب العربيه عشان يركب بيزعق له الكفيل وبيشاور له عشان يقعد ورا هو وحكيم مع الشنط بتاعتهم. فبيتضايق حكيم وان ازاي الشركه بعتلهم عربيه مش كويسه، بالرغم من ان السريلانكيين اللي كانوا معاهم في الطياره راكبين عربيه مكيفه تبع شركتهم، وهم في الطريق بيفكروا ازاي هيطمنوا اهلهم عشان يطمنوهم انهم وصلوا. فبيطلب حكيم من الكفيل انه يقف في مكان فيه تليفون عشان يتصلوا باهلهم، بس بيقول له اقعد عشان هيتقبض عليهم لو الشرطه شافته واقف كده. وبعد شويه في الطريق بينام حكيم من التعب، وساعتها بيغطيه نجيب عشان الجو برد جدا، وبيوصلوا الصحراء وبينادي الكفيل على شخص اسمه ابو خالد، وبيقول لحكيم ينزل من العربيه، ويفضل نجيب في العربيه زي ما هو. فبينزل نجيب وراه وبيقول له ان هو وحكيم المفروض هيقعدوا مع بعض، وانهم محتاجين تليفون عشان يكلموا اهلهم، لكن الكفيل ساعتها بيزعق له وبيطلب منه يرجع للعربيه وما ينزلش منها، بس نجيب بيكون مش فاهم ولا كلمه، وبيحاول حكيم يتكلم مع الكفيل وابو خالد بالانجليزي، لكنهم مش بيفهموه وبيزعقوا له، وبياخد ابو خالد حكيم معاه وبيقفل الباب. وبيكون وقتها حكيم مصدوم ومنهار عشان اخد نجيب لمكان وهو في مكان تاني، وبيضربوا الكفيل في اللحظه دي عشان يركب العربيه ويسكت، وبيفضل حكيم يعيط وينده على نجيب عشان ما يمشيش ويسيبه. وبعدها بيوصل نجيب لمكان تاني بعيد في الصحراء برضه، ووقتها الكفيل بينده على شخص اسمه جاسر وبيطلب منه يخلي نجيب عنده لحد الصبح، وبعدها بيمشي. فبيحاول نجيب ساعتها يفهم جاسر انه محتاج تليفون، فبيقول له جاسر بالعربي بكره وانه لازم ينام دلوقتي. وللاسف نجيب ما بيفهمش حاجه من اللي قالها جاسر. وبعدها بيشوف نجيب شخص عجوز وباين عليه التعب الشديد ولبسه المقطع، وبيعرف نجيب انه هندي زيه وانه عطشان جدا وعاوز يشرب، وبيشاور له على براميل الميه عشان يروح يشرب، وبيفضل يشرب ميه كتير وبيبان عليه انه عطشان جدا. وفجاه بيتخض بسبب جمل قرب منه، وبيفضل يبص حواليه وبيسأل العجوز هينام فين، فبيقول له ينام في اي مكان. فبيدخل نجيب للخيمه اللي نايم فيها جاسر وبيفرش قماشه على الارض وبينام. وبنرجع بالزمن لما كان نجيب في الهند، وبيكون وقتها شغال عامل في البنا، وبيطلع الرمله من تحت ميه النهر، وساعتها بيعزم عليه زميله في الشغل بسجاره، بس بيكون تعبان. فبيقول له شوف لك دكتور عشان حالتك ما تتدهورش. فبيقول له ان الدكتور قال له يسيب الشغل ده لانه هو السبب في تعبه. فبيسأله شخص تاني عن جوز اخته اللي شغال في السعوديه، وبيسأله عن التأشيرة لو حب يسافر معاه، وبيسأله نجيب برضو على سعر التأشيرة. فبيقول له 30,000 روبية ودي العملة بتاعتهم، وبيعرفه انه هيقدر يكسب المبلغ ده في وقت صغير. فبيقول له نجيب انه عشان يروح لازم يبيع البيت عشان مش معاه فلوس. فبيقول له زميله انه ممكن يراهن على البيت والموضوع كله شهرين بس وهيلعب بالفلوس لعب. وبعد الشغل بيروح نجيب مع زميله لجوز اخته، وبيعرف ان اسمه سريك ومار، وبيديله نجيب فلوس التأشيرة وبيعرفه انه باع كل حاجة يملكها. فبيقول له سريك ومار ان كل المغتربين عملوا كده في البداية، ووقتها بيسأله نجيب هيحصل ايه لو التأشيرة طلعت مضروبة. فبيتعصب وبيقول له لو مش واثق فيا خد فلوسك، وبيقول له انا بصفر ناس وبشغلهم في شركات وتيجي انت تقول لي كده، لا زعلت والله. فبيتأسف له نجيب وبيقول له انا قلت كده عشان بعت البيت وده مخوفني. فبيقول له ادفع ال1000 روبية اللي باقية للوكيل عشان تاخد التأشيرة. وبعدها بنشوف ساينو مرات نجيب وهي قاعدة مع والدته وبيتكلموا سوا عن سفر نجيب وانه هياكل هناك لحم الابل كتير لان العرب بيحبوه
وبياكلوه على طول، وانها اكلت منه مرة لما رجع اخوها ناصر من السفر عشان كان جايب من لحم الابل كتير. فبتطلب منها ام نجيب انها تديله رقم اخواتها ناصر وحسين لانهم كمان في السعودية وممكن يحتاجهم في اي وقت، لكن بيبان على سينو الزعل من اخواتها عشان كلمتهم كتير على تأشيرة لجوزها لكنهم طنشوها وما عبروهاش. وبيرجع نجيب للبيت وبيطلب من والدته تعمل له البرياني من ايديها قبل ما يسافر. وبنرجع للوقت الحاضر وبيكون جاسر صحي من النوم وبيشوف نجيب نايم جنبه فبيتعصب عليه وبيطرده بره الخيمة وبيقول له ما يدخلش خيمته تاني ولا ينام جنبه لان مكانه بره في الصحراء، وبيحذره انه لو شافه في خيمته تاني هيكسر له رجله. وبيكون وقتها نجيب مصدوم ومش فاهم اي حاجة من جاسر، وبيكون الجو برد خالص وبيفضل واقف ومش عارف هينام فين. وتاني يوم بيصحى نجيب على صوت المعيز وبيشوف العجوز وهو بيحلب المعزة وبيديله لبن عشان يدخله لجاسر، وبينسى ان نجيب مش بيتكلم عربي فبيشرب اللبن لانه جعان، لكن العجوز بيزعقله وبيعرفه ان اللبن ده لجاسر. فبيروح نجيب لجاسر في الخيمة واللي بيكون لسه صاحي، ولما بيشوف نجيب واقف قدام الخيمة بيشاور له عشان يدخل وبياخد منه اللبن وبيشربه كله، وبيقول له بالعربي يروح للهند اللي بره عشان هو اللي هيفهمه شغله هيكون ايه. لكن نجيب بيفضل واقف زي ما هو لانه مش فاهم اي حاجة، وبيقول لجاسر انه مش بيفهم عربي. فبيتعصب جاسر عليه وبيقول له انه مش عاوز يسمعه بيتكلم هندي تاني لانه مصدع ومش مستحمل رغي على الصبح. فبيخاف نجيب وبيحاول يفهمه انه جه هنا على اساس انه هيشتغل في شركة وبيترجاه يساعده عشان يرجع للمطار، لكن جاسر بيتعامل معاه بعنف وبيطرده بره الخيمة وسط المعيز وبيطلب من العجوز انه يعلمه الشغل. وفي الوقت ده بيجي الكفيل فبيجري نجيب عشان يطلب منه يخليه يكلم اهله، واول لما الكفيل بيشوفه بيديله شوال عشان يشيله. فبيقول له نجيب انه عاوز يتصل بشريك عمار لانه قال له انه هيشتغل في شركة ونصب عليه، بس الكفيل بيتجاهله عشان مش فاهمه وبيطلب منه بالعربي انه يدخل الشوال اللي اداهوله في الخيمة. فبيروح نجيب للخيمة وبيحط الشوال وبيبص على جاسر والكفيل بحزن، وبعدها بيدوله جلابية وجزمة وبيكون شكلهم قديم جدا. فبيحاول نجيب يتكلم معاهم تاني وبيقول لهم انه باع كل ممتلكاته عشان يجي هنا، وبيجيب جواز سفره عشان يوريهم التأشيرة والورقة بتاعت الشركة اللي المفروض كان هيشتغل فيها، وبيكون مكتوب فيها اسم ورقم شريك عمار. وساعتها الكفيل بيقطع الورق وجواز السفر، فبيتصدم نجيب وبينهار من اللي عمله وبيفضل يلم في الورق من على الارض وبيبص عليه بكسرة وحزن. وبيظهر ان الكفيل وجاسر مخبيين حاجة، وبعدها بيكون الكفيل قاعد بيخبز عيش مع جاسر وبينده على نجيب لكنه مش بيرد عليهم وبيوريله العيش عشان يجي ياكل، فبيضطر يروح لهم عشان ياخد منهم الاكل لانه جعان جدا. وبيمسك العيش وبياكله بشراسة وبيشرق وهو بياكل، فبيديله جاسر كوباية مية عشان يشرب وبيعلمه يسقي العيش في المية وياكله عشان يبقى طري وما يشرقش تاني. وبعدها بيروح نجيب للشخص العجوز تاني وبيسأله عن الطريق منين، فبيقول له وهو حزين ان الطريق بعيد جدا وبيسيبه ويمشي وبيكون مش عارف يعمل ايه. وبعدها بيقعد نجيب لوحده وبيفتكر ايامه مع سينو مراته وانها ما كانتش عاوزة غير اوضة يعيشوا فيها، وانه فرح جدا بحملها وانتظاره للطفل، وانهم اتفقوا سوا لو كانت بنت هيسموها صافية ولو ولد هيسموه نبيل. وبيفتكر كمان يوم سفره لما كانت امه وسينو زعلانين وبيودعوه، وكانت ام حكيم بتوصيه عليه عشان اول مرة يبعد عنها وهتكون مطمنة وهو معاه. والقطر بيتحرك وبيسيب بيته واهله عشان يقدر يوفر لهم حياة احسن. ولما بيفوق نجيب من ذكرياته بيروح يعمل حمام وسط الغنم، ولما بيشوف جاسر بيستخدم المية بيزعقله وبيتخانق معاه وبيقول له انه هيحرمه من المية عشان يعرف قيمتها. فبيقول له نجيب انه محتاج المية عشان ينظف نفسه، وساعتها العجوز بيقول له يستخدم الرمل بدل المية. وبعدها بيجي المكان عامل هندي وبنعرف انه شغال في شركة المية وبيملى خزان المية لجاسر كل يوم، وبيطلب منه نجيب انه ياخده معاه بالعربية ويوصله للطريق لانه عاوز يمشي من هنا. وفي نفس اللحظة بيجي الكفيل وبيتخانق مع العامل عشان بيتكلم مع نجيب وبيسأله اذا كان طلب منه يهربه، لكن العامل بينكر ده وساعتها بيضرب الكفيل نجيب. فبيمسك نجيب ايده لان الضرب كان تقيل، وده بيخلي الكفيل يتجنن وبيسأله ازاي تجرؤ تعمل كده، وبيروح يجيب من الخيمة البندقية بتاعته عشان يهدد بيها نجيب ويخوفه. فبيمسك نجيب البندقية عشان يحمي نفسه، وساعتها بيضربوا الكفيل بالبندقية على دماغه وبيعرفوا انه هيقتله ويدفنه في الصحراء. ووقتها بيكون نجيب واقع على الارض وبيلاقي مية ماشية على الرمل، فبيفتكر ايام ما كان في الهند وبينط في النهر ولحظاته مع سينو وهم بيعوموا مع بعض في النهر وقد ايه كانوا عايشين
عايشين مبسوطين. وبيفتكر كمان يوم فرحه هو وسينو، وبنعرف انهم كانوا عايشين قصة حب جميلة. ولما بيفوق نجيب من الذكريات بتاعته بيفضل يعيط جامد وبينده على سينو بصوت عالي. وبالليل بيشوف العجوز وهو بيرعى الابل وبيأكلهم، فبيسأله انت ليك كام سنة هنا؟ فبيرد عليه العجوز بأغنية وبيبان عليه انه اتجنن ومش طبيعي. وتاني يوم الصبح بيزعق جاسر لنجيب عشان لسه نايم، فبيصحى نجيب من النوم مخضوض وبيفهم ان جاسر عايزه يحلب المعزة، ورغم انه مش بيعرف يحلب لكنه بيضطر ينفذ كلام جاسر وبيحاول يحلب المعزة لكنها بترفضه. وبيحاول يفهمه جاسر يحلبها ازاي، بس بيسأله نجيب عن العجوز لانه اختفى وما بقاش موجود. فبيقول له جاسر انه هيخليه يعمل شغل تاني وعشان كده لازم يحلب المعيز بسرعة. وبيكون خايف نجيب فبيضطر يحاول يحلبها تاني. وبعد شوية بيلاقي 2 خرفان بينطحوا بعض، فبيحاول يتدخل ويحل المشكلة لكنه ساعتها بينطحوا وبياخد سوبلكس على دماغه. ولما بيتعدل الخروف بيرزعه واحدة تاني فبيغمى عليه، خروف رخم زي صاحبه. وفي الوقت ده بيجي الكفيل وبيضرب طلقة في الهواء وبيخلي الخرفان والغنم يخافوا. وبيروح لنجيب وبيرش عليه مية وبيفوقه وبيخليه يشرب بق مية صغير، وبيقول له مش هشربك تاني غير لما تجمع الغنم. وبيقف وبيقول له انه تعبان ومحتاج يروح المستشفى بسرعة، ولان الكفيل مش فاهمه بيهدده بانه هيضربه تاني لو ما بطلش رغي وما جمعش الغنم. وبيروح نجيب وهو تعبان ومش قادر يتحرك، وبتيجي معزة وبتقف جنبه وبيحس كأنها حاسة بوجعه، وبتقف تنده على كل المعيز عشان يتجمعوا حواليها من غير ما نجيب يمشي وراهم ويجمعهم. وبيحس نجيب ان دي رحمة ربنا نزلت عليه وبيعيط من الفرحة. وبتعدي الايام والشهور والسنين على نجيب وشكله بيتغير تماما، وبالصدفة بيبص لنفسه في مراية العربية فبيتضايق من شكله ومن دقنه الكبيرة. فبيجي الكفيل وبيكسر المراية عشان ما يخليش نجيب يبص فيها تاني، وبيتريق عليه وبيسأله اذا كان فاكر نفسه حلو. فبياخد نجيب ازازة من ازاز المراية المكسور وبيحاول يقص بيها دقنه وبيعيط لكنه ما بيعرفش. وبيحس بالذل وبيبص للسما وبيسأل ربنا اذا كان اللي بيحصل له ده يرضيه. وبيحس ان الدنيا ظلمته وكانت غير عادلة معاه وبيكون هينتحر، لكن وقتها بيشوف الصقور وهم بياكلوا لحم جثة ميتة، ولما بيقرب منها بيعرف انها جثة العجوز وبيحارب الصقور عشان يبعدهم عن الجثة. وبعدها بيقعد يشم في برطمان المخلل اللي كانت امه مديهوله وبيعيط وبينده عليها وبيشتكي انه متعذب ومحتاج لها. وبيقوم في الوقت ده يجري في الصحراء، وفي نفس اللحظة بيشوفوا الكفيل وبيجري وراه بالجمل بتاعه وبيضربه بطلقة في رجله، وبينزل من على الجمل وبيفضل يضرب فيه بعنف وبيدوس برجليه على ايده وبيهينه. وبالليل بنشوف نجيب وهو مربوط وسط المعيز والخرفان وبيقدر يفك نفسه وبيحاول يمشي بس ما بيقدرش، وبيكون تعبان وبيتألم جدا ومن كتر عطشه بيروح يشرب من المية اللي بيشرب منها الغنم. وتاني يوم الصبح بيكون نجيب ماشي مع الغنم زي كل يوم، وفجأة الدنيا بتمطر فبيستخبى الغنم تحت الصخور لحد ما المطر يقف، وبيكون ساعتها معاه لقمة عيش صغيرة فبياكل منها حتة وبيدي للغنم حتة، بالرغم من انها لقمة صغيرة جدا بس مش بيهون عليه يشوف الغنم جعانين. وبيدخل بين الصخور عشان يشوف في طريق قريب ولا لا، وبيلاقي شخص شكله غريب فبيفضل ينادي عليه، واول لما بيسمعوا صوت بعض بيعرف انه صاحبه وبيجروا يسلموا على بعض وبيقولوا لبعض ان شكلهم اتغير خالص. وبيسألوا نجيب احنا هنا لينا كام سنة، فبيقول له ما يعرفش وبيفضل يعيط لانه خايف يموت هنا. وحكيم بيشد ايده وبيقول له انهم لازم يهربوا دلوقتي، لكن نجيب بيكون يائس وبيعرفه انه حاول يهرب كذا مرة وفشل. وبيشكي حكيم لصاحبه وبيقول له انه اتعذب واشتغل كذا حاجة وفضل ايام عشان يعرف يوصل هنا. وبعدها بكام يوم بيشوف نجيب حكيم وهو بيسيب له رسالة عشان ياخدها، لكن وقتها بيجي الكفيل وبيقعد كأنه بيعمل حمام عشان ما يشوفوش وهو بياخد الرسالة، وبيستناه لحد ما يمشي وبيروح ياخد الرسالة وبيقراها، وبيكون حكيم كاتب له ان كفيله ضربه واذاه جامد لكنه مبسوط انه شافه. وبيحكي له عن راجل افريقي شغال معاه اسمه ابراهيم وانه هيقدر يساعدهم في الهروب. فبيعيط نجيب وبيحس بالامل من تاني. وبعدها بيطلع ابراهيم فوق الصخور وبينادي على حكيم وبيشاور له وبيساله هو ده نجيب، وبيكونوا شايفينه من بعيد وهو بيحط اكل للجمال وبياكل منها. وبيبص على الكفيل ولما مش بيلاقيه بيروح لصاحبه بسرعه فبيرحب بيه وبيعرفه بنفسه وبيقول له ان بعد كام يوم كفيله بنته هتتجوز، وساعتها الكل هيكون حاضر الفرح وهتكون دي فرصه كويسه للهروب. وبيكون ابراهيم بيتكلم عربي بس حكيم بيقدر يفهم نجيب لانه اتعلم عربي، وبيقول له نجيب وهو محبط ازاي هنهرب
والطريق بعيد، فكرك هنقدر؟ فبيعيط نجيب وبيقول له لو ما هربناش هنموت هنا، وانهم لازم يهربوا في اسرع وقت. وابراهيم بياخد حكيم وبيودعوا نجيب وبيمشوا. وفي الليله اللي قبل الفرح بيوم بنشوف نجيب وهو محبوس مع الغنم، والكل قاعد بياكل وبيغني. فبيروح الكفيل لنجيب وبيديله حته لحمه عشان ياكل، وبيقول له ان شاء الله يوم الفرح هياكلوا البرياني. وتاني يوم الصبح بيقول الكفيل لنجيب ده عشاك النهارده، وانه هيمشي يروح الفرح، ولو اتاخر بالليل هيجيله الصبح. واول لما بيمشي بيروح نجيب يفتح الميه وبيستحمى، وبيفضل يعيط ساعتها لانه نسي احساس الميه وهي بتلمس جسمه. وبيقلع الهدوم اللي هو لابسها عشان يلبس هدومه، وبتكون الهدوم واسعه عليه جدا. وبيحط اكل للجمال والغنم قبل ما يمشي، وبيحس بحزن في الوقت ده وهو بيودعهم لانهم كانوا طول الوقت معاه. وصاحبه بينادي عليه وبيقول له انهم مستنيينه من بدري، وبيساله لو كان عاوز يكمل حياته هنا. وبعدها بياخد شنطته وبيمشي مع حكيم وابراهيم. وبالليل بيقولوا لابراهيم انهم عاوزين ميه لانهم تعبوا جدا، فبيقول لهم خليكم هنا وهو هيتسلل للخيمه ويجيب منها ميه. لكن وقتها اصحاب الخيمه بيشوفوه وبيفتكروه حرامي وبيضربوا عليهم نار، وبيقدروا يهربوا منهم. وتاني يوم بنشوف نجيب وحكيم وابراهيم وهم لسه ماشيين في الصحراء، ومش معاهم ولا اكل ولا شرب والجو حر. وساعتها حكيم بيسأل ابراهيم اذا كانوا ماشيين في الاتجاه الصح، فبيقول له انهم لازم يفضلوا ماشيين في اتجاه الشمس. وفجأة وهم ماشيين بيشوفوا جمل ميت في وسط الصحراء، وشكله مرعب لان جسمه بدأ يتحلل. ووقتها بيخاف حكيم جدا وبيحس ان مصيرهم هيكون زي الجمل بسبب الحر والعطش. وبعدها بيتوضوا الثلاثة بالرملة وبيقفوا عشان يصلوا جماعة، لكن فجأة بيكتشفوا انهم في وقر افاعي. فبينقذ ابراهيم حكيم وبيطلب من نجيب يفضل ثابت وما يتحرك عشان الافاعي ما تحسش بيه وتقرصه. وشوية وبيتعب نجيب جامد وبطن رجله بتتنفخ لانه ماشي من ساعتها حافي. فبيربط له ابراهيم رجليه باللبس بتاعه عشان يحمي رجله من حرارة الرمل. وهم في الطريق بيقع حكيم على الارض من التعب، وبيتهم ابراهيم ان هو السبب في اللي هم فيه عشان اقترح عليهم انهم يهربوا. وبيعرفوا ان عيشتهم وسط الاغنام كانت ارحم من اللي هم فيه دلوقتي. فبيقف ابراهيم في الوقت ده وبيصلي، وبيفضلوا يرددوا التسابيح والادعية طول الطريق. وبما ان ابراهيم بنيته الجسمانية اقوى من حكيم ونجيب بيقدر يهتم بيهم شوية. وفجأة وهم في الطريق بيحصل لحكيم تخيلات، وبيشوف ان الرمل مية وبيمسك وبياكل ومش حاسس، وبيزق اي حد يحاول يمنعه، وبيقع على الارض بعدها وبينزل دم من بقه. وبينهار نجيب ساعتها من خوفه عليه، بس ابراهيم بيكون عارف خلاص انه مات. وفعلا بيموت حكيم بين ايد نجيب صاحب عمره. وفجأة بتيجي عليهم عاصفة رملية، وبيكون نجيب رافض يمشي ويسيب جثة حكيم. فبيضطر ابراهيم انه يشيله عشان يبعده من العاصفة، لكن للاسف العاصفة بتوصل لهم. ولما بتهدى العاصفة بيكون لسه نجيب زعلان عشان اللي حصل لحكيم، وعنده يأس ومش عاوز يتحرك من مكانه. لكن وقتها ابراهيم بيقومه غصب عنه، وبيعرفوا انهم لازم يكملوا الطريق. وبعدها بشوية بيقع ابراهيم وما بيقدرش يدوس على رجله. وساعتها بيكتشف ابراهيم ان رجلين نجيب ملتهبة وورمة بشكل رهيب، فبيلبسوا الجزمة بتاعته. وفجأة بيلاقي سحلية بتعدي من قدامهم، فبيمشوا وراها لحد ما بيلاقوا بحيرة صغيرة وحواليها نخل وشجر. فبيفرح نجيب وبيفضل يجري عشان هيموت ويشرب، بس بيمنعوا ابراهيم انه يهجم على المية ويشرب كتير مرة واحدة. وبيشربوا نقطة نقطة لحد ما بيكون جسمه جاهز يشرب بشكل طبيعي. وبعدها وهم ماشيين بيشوفوا ورقة بسكوت على الارض واثار لعجل عربية، وبيفرحوا جدا عشان ده معناه انهم قربوا من الطريق. فبيمشوا في نفس طريق اثار العجل، ولما بيلاقوا في النهاية الطريق ما ظهرش بيحسوا باليأس من تاني. ولما بيصحى نجيب من النوم بيلاقي ابراهيم اختفى ومش موجود، وسايب له ازازة المية اللي ملاها من البحيرة ومعاها تمرة. وبيعرف ساعتها ان ابراهيم استسلم وقرر ينتحر. وبعدها بيكمل نجيب طريقه وبيشرب اخر حبة في ازازة المية، وبيفضل ماشي وهو مش عارف هيكمل طريقه ازاي. وفجأة بيلاقي نفسه وصل للطريق، لكن محدش بيقف له عشان يساعده، وده لان الكل خايف من شكله. وبيفضل على الحال ده طول الليل. وتاني يوم الصبح ربنا بيبعت له شخص طيب وبيركبه عربيته وبيقرر يساعده، لكن نجيب بيكون خايف ومرعوب منه. فبيحاول الشخص ده يطمنه ويديله ميه عشان يشرب، وبيبص له وهو زعلان على حالته. وبعدها بيوصله للمدينه، وبيكون نجيب مش مصدق ان في حد ساعده، وبيشكر الشخص الطيب ده. وبيفضل نجيب يمشي في الشوارع لحد ما مجموعه من الهنود بيشوفوه وبياخدوه لمكان سكنهم، وبيساعدوه عشان يستحمى، وبيحلقوا له شعره ودقنه، وبيجيبوا له ممرض وبيعرفوه ان هو هندي زيهم عشان يديله فيتامينات ويعالجه من كل اللي حصل
بيحصل له، وبيساعدوا شخص منهم انه يوصل لاهله ويكلمهم. واول لما بيسمع صوتهم بينهار من العياط، خصوصا لما بيسمع صوت ابنه الصغير. وبنعرف من مراته انها سمته نبيل زي ما اتفقوا. وبعدها بيروح نجيب لمركز الشرطة عشان يقدر يطلع اوراق جديدة وجواز سفر. وفجأة بيشوف صورة ابراهيم متعلقة من ضمن المفقودين. وبنشوف نجيب بعدها واقف مع كل المقبوض عليهم بتهمة الهروب من كفلائهم. وفجأة بيخاف نجيب جدا لانه بيشوف كفيل بيضرب واحد منهم بعنف قدام الشرطة. وبيخاف اكتر لما بيشوف كفيله جاي عليه، وبيقرب منه وبيقول له انه لو كان الكفيل الحقيقي كان زمانه موريه العذاب عشان هرب منه. وفي اللحظة دي بيكتشف نجيب ان الشخص ده ما كانش الكفيل الحقيقي، وانه خطفه من المطار وفهمه ان هو كفيله، واستغل عدم فهمه للغة وان محدش هيساعده عشان مش هيفهمه. وساعتها نجيب بيعيط. وبعدها بنعرف انه قعد في السجن 3 شهور لحد ما تصريح خروجه من البلد طلع. وفي وسط كل اللي مسافرين اللي معاهم شنط مليانة بالاجهزة والهدايا، وان نجيب بعد الغربة دي كلها مش معاه يجيب اي حاجة لمراته وابنه، وانه مش باقيله غير عمره وصحته. وبيقول دي مش قصة نجيب، انما هو حزن الالاف الاشخاص اللي فقدوا حياتهم في الصحراء. وبس كده الفيلم يكون خلص. اكتب لي رأيك في الكومنتات واعمل لايك واشترك في القناة عشان استمر. انا مؤمن محمد، اشوفكم على خير وسلام.